باذن الله. طيب كابتن ابراهيم انتوا عاملين ايه فنيا بقى؟ فنيا الكابتن محمد ياسين بيستعد بنتمرن على ملعب ترتان. بنتمرن في بورسعيد في بلدنا، مش طبعا ما عندناش الامكانيه ان احنا نعمل معسكر. على فكره انتوا ميزتكم الجو، الهواء اللي هتشمه في بورسعيد هو اللي هتشمه في اسكندريه، فده كويس ان شاء الله. بس يعني مش الملعب اللي هنشمه في بورسعيد، مش الملعب. مستعدين للمباراه، يعني احنا طبعا مش مركزين الا في اول مباراه فقط. كابتن ابراهيم انا بس معايا خبر بيتكلم عن مصطفى جعفر النجم الجميل اللي انا عنوان الخبر انا مش فاهمه بصراحه. هرب من معسكر المريخ من اجل مستحقاته، ايه اللي حصل؟ لكن انا ما كنتش حابب اتكلم على اي لاعب في الفريق، بس ما دام حضرتك اتكلمت فهتكلم. يعني هو خبر قدامي صح ولا غلط انا مش عارف بصراحه. مصطفى فجاه سابنا وانقطع عن التدريبات. يمكن احنا كل لاعيبه النادي المريخ زي ما قلت لحضرتك مبسوطين واخدين مستحقاتهم. فكان الكابتن احمد جوهر ولجنه اللجنه بتاعتنا الفنيه قررت ان ال 30% الاخر هي على ثلاث دفعات. كويس. عملناها السنه اللي فاتت واللعيبه واثقه فينا جدا جدا جدا. يعني يمكن مصطفى اخذ اول دفعه وبعد كده انقطع عن التدريب. انا كلمته قلت له يعني لازم تحضر، ده وقت صعب حتى لو مش تاخد فلوس خالص. وعقده مستمر مع الفرقه. يمكن مصطفى السنه اللي فاتت كان بيلعب في السكه الحديد، كان عقده 60,000 جنيه اخذ منهم 40,000 جنيه. مصطفى عقده معانا السنه دي كان 80,000 جنيه اخذ 140,000 جنيه. يعني احنا شتان الفارق بين معامله الانديه الاخرى لمصطفى ومعاملتنا احنا ليه. بس استنى برضه، اتفضل. مع الفرق المقاولين عرض عليه السنه دي 350,000 جميل، والسنه الجايه ياخد 600,000. جميل. استاذنك يعني برضه ده سوق للعيب. حضرتك قريت الخبر بس ما عرفتش حيثياته. النادي المقاولين العرب قدم لمصطفى جعفر عقد او رقم كبير في وقت غريب، يعني قبل مباراه ابو سوير وقبل باب القيد ب 24 ساعه فقط. يمكن احنا كمان كنا قلنا لمصطفى احنا ما عندناش مشكله ان احنا هنبيعك، وكنا خلاص هنبيعه لنادي اخر، بس مصطفى جه في اخر وقت واحنا كنا متعاقد. كمل لغايه امتى معاك؟ عقده 3 سنين. 3 سنين لسه؟ لا 3 سنين. وكنا هنبيعه لنادي اخر غير المقاولين العرب، وكنا هنتعاقد مع مهاجم غيره. هو جه في اخر لحظات قال لا انا عايز اقعد ومش همشي. فما ينفعش ان انا قبل باب القيد بيوم يعني انت عايز تمشي وانا ما عنديش مهاجم. فقلت له لا مصطفى احنا خلاص يعني ما ينفعش ان انت تمشي، لسه يوم واحد على باب القيد، وانا اديتك مساحه كبيره جدا ان انت في الوقت تفكر. ان انت تفكر، وانت اللي جيت بنفسك قلت انا عايز اقعد. وفي نفس الوقت زودنا عقد مصطفى كويس. على قد امكانياتك. على قد يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا غير العقد وغير حاجات كتير، احنا بنحب مصطفى جعفر لان هو ابن من ابناء نادي المريخ. هو كان كابتن النادي المصري وكان لاعب في نادي الزمالك، لاعب كبير احنا بنحترمه. فهو فجاه انقطع عن التدريب، مش عايز يلعب معانا دوري الترقي. معلش يعني دي فتره حرجه، لو انت مش هتيجي بغض النظر عن ماديات او لو عندك اي ظروف. ردوا ايه على انقطاعه بسبب ان هو عايز النسبه كامله. فقلت له لا الكابتن احمد طبعا ماشي. انتوا في اتفاق مكتوب بينكم وبين اللعيبه ولا اتفاق ودي بينكم على الدفعات؟ احنا حسب اللائحه. الاسبوعين ما يعرفوش. قبل الحلقه على طول كلمني مصطفى وقعد مع احمد جوهر خلص المشكله وهينتظم من غدا في معسكر فريق المريخ. لا انا اتمنى بس يعني شفت بقى؟ شفت الحته دي؟ ملعوبه. لا بص انا مش هدافع عن مصطفى. هقول لحضرتك هو ليه قبل الترقي قبل باب القيد مصطفى جعفر يعني قعد فتره ما فكرش انه يمشي، لان المقاولين فشلت صفقه عمرو زكي، اضطروا في اخر لحظه عايزين مصطفى. فدي مش بايد مصطفى جعفر. طب استنى كده طب استنى والنبي يا كابتن ابراهيم هنشوف كده هو مصطفى رايح فين بكره. كابتن مصطفى معانا على التليفون. صباح الخير، مساء الخير. كابتن. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كابتن مصطفى؟ تمام الحمد لله. كده برضو يا كابتن تسيب الفرقه وتسيب التمرين يا كابتن؟ لا ما سبتش الفرقه ولا حاجه. امال عملت ايه؟ كابتن ابراهيم. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ ازيك يا كابتن مصطفى عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن ابراهيم؟ لا شفت ابراهيم دي بورسعيدي يعني. لا مصطفى الله يخليك يا درش. طيب قول لي يا كابتن مصطفى بقى اخر خبر عندك ايه؟ رايح تمرين بكره ولا مش هتعمل ايه؟ لا ان شاء الله رايح تمرين بكره، وكابتن احمد قعدت معاه وراجل محترم حل لي يعني مشكلتي يعني الحمد لله. مفيش اي مشاكل. كويس. يعني راجع المعسكر بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طيب ومكمل لاخر دوره الترقي باذن الله؟ لا مع الفرقه تمام. مع الفرقه ان شاء الله. بعد ما تخلص دوره الترقي عندك عرض تاني ولا عايز تكمل مع المريخ؟ لا والله انا قافل الموضوع ده خالص لغايه ما اشوف لو النادي صعد ان شاء الله معاه، وما صعدش برضه انا تحت امر النادي المريخ وكابتن احمد جوه.
طب ده هايل قوي. اتفقت على الماليات والفلوس ولا في حاجه؟ لا، ما انا عادي معروف. عقدك معروف والدفعات بتاعتك معروفه. طب ما نخلص لك احنا الموضوع ده وناخد نسبه ولا ايه؟ اهو الراجل معايا. لا خدها كلها مش مشكله. ربنا يوفقك يا كابتن، انت من اللعيبه الهايله وربنا يوفقك، واكيد يعني هنشوف اداء منك. طيب شكرا ليك كابتن. طيب يعني الحمد لله الامور اتظبطت اهي. يعني يمكن وانا معاكم على الهوا اتفق مع كابتن احمد او في اتفاق، بس انا كنت عايز اشيد مصطفى جعفر. مصطفى جعفر معانا من اول السنه، ما حصلش مشاكل يمكن الا في الفتره الاخيره. بس مصطفى افضل فيرود من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري في المجموعه او في المجاميع كلها. بس هي يعني لعيب الكوره والعقليات، طبعا مرحبا. يعني في ندره في المجموعه طبعا 13 هدف في الدوري وثلاثه في الكاس، 16 هدف. انتوا برضه من المفترض بعد اذن الاستاذ جوه. هو مصطفى جعفر عامل مدخل 13 هدف لغايه دلوقتي 13 و3 في الكاس و3 في الكاس، 16. فده شيء هايل عموما.